واش راكم حبيباتي؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال وفي صحة جيدة يا رب العالمين. اول حاجة حبيباتي نصليو على الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم حبيباتي طلعت للمنزل الريفي يعني تاع الدوار، ودرت لكم هكا اجواء تانية رائعة، وكانت النوض صب وانا كما قلت لكم هذه الاجواء نموت عليها نشتيها بزاف بزاف. المهم حبيباتي واش درت لتما؟ درنا شويه مطيرقات هكا شوا سكالوب ماشي لحم. المهم درنا الاجواء هذيك وانه برا تصب وحنا داخل في الدفا، يعني هذه الاجواء الرائعه وبزاف اللي يشتيوها. شوفوا حبيباتي لهنا انا المواعن تاعي هادو اللي نطيب بهم بالحطب، دائما يكونوا كحل حتى لو كان نحكهم مليح مليح. ساعات يدبغوا ما تحبش تنحى الكحوله هذيك. صراحه يعني ما نقدرش نحي لهم الكحوله هذيك كامل، وكما على بالنا كامل الحطب راهو يكحل المواعن ويدبغوا مع الاستعمال. دائما دائما تستعملهم يدبغوا في الاول يتنحى، ومن بعد كي تولي تستعمليهم عام ولا انت تستعمليهم يولي ما يتنحاش، ما تنحاش هذيك الكحوله. كما البريق هذا راني والله نقول لكم طاروا يديا معاه وهكاك ما حبش يتنحى كامل، تنحى الشي اللي كبير بصح مازال شويه. المهم شوفوا الامطار، اللهم صيب نافعا يا ربي، ان شاء الله ربي يجعلها خير، امطار خير على بلادنا وعلى بلاد الامه الاسلاميه كامل. المهم حبيتي لهنا قصيت هذوك الطريفات تاع الداند، المهم سكالوب قصيتهم وحطيتهم في المطارق وشويناهم. شوفوا الضباب كيفاه، هذه البلاصه كما قلت لكم راهي عاليه دائما مغطيه بالضباب. نقول لك سلوح يدك هكا ما تشوفوش، الضباب مغطي الدنيا كامل كامل، وهي يعني اجواء مليحه مليحه بزاف. والبرد راهي هذه درجه الحراره راهي قل على الصفر. راكم تشوفوا قلنا انا ما عندكم كيف تحسوا بها، بصح لو كان تروحوا لتما راكم تجمدوا بالبرد. وش احنا لداخل هكا ومشكلين الحطب وكل شيء ما راناش نحسوا بها بزاف. المهم حبيتي راح نهضر لكم على واحد الموضوع، واللي هي النساء كامل راهم متضررين منه، وخاصة النساء. يعني الرجال تلقاهم ما يتقاسوش بزاف بهذا الموضوع. علاه ما يتقاسوش الرجال؟ على خاطرش المرأة كي تتزوج هي اللي تتزوج عند هي اللي تروح عند الراجل، ماشي الراجل هو اللي يروح عندها. وعلى هذه هي تلقاها دائما تحتك بموالين الراجل وكل شيء. وحنا على بالنا بلي بموالين الراجل يعني الاغلبيه، الا من رحم ربي الاغلبيه ما يشتيوش العروسه هكا بالك من عند ربي ولا من باش كيفاه. وكاينين كاين وكاين، يعني حنا ما نعمموش كنهضروا، ما راحينش نعمموا. وتاني حبيباتي ما رانيش نهضر غير على موالين الراجل، راني نهضر بصفه عامه، يعني للناس اللي يحوسوا ينقصوا لك من قيمتك، يحوسوا دائما ينقصوا من قيمتك باه هما هكا يبانوا يغطيو على النقص اللي راهو فيهم. نقول لكم حبيباتي، اي وحده والله اي واحد يحوس ينقص من قيمتك اكيد راهو فيه نقص، والله راهو غاير منك. يعني ما رايحش ينقص من قيمتك الا اللي غير منك. على هذه حبيباتي وخاصه اللي صغار في العمر، نقول لكم اللي تشوفوه ينقص من قيمتكم ولا يضرب المعاني هكا عليكم، دايما دايما اتاكدوا باللي باه راهو شاف فيكم حاجه هو ما عندوش هذيك الحاجه. وماشي شرط الزين وماشي شرط المال وماشي شرط، كاين حوايج بسيطه يشوفوها فيكم ما يحبوهاش. مثلا يشوفوا الناس يشتيوكم ما يعجبهمش الحال، اي حاجه يعني حوايج ما تتوقعوهاش. المهم حبيباتي راح نقول لكم كيف تتفاداو هادو الناس، وكيف ما تخليوهمش ياثروا عليكم وياثروا على ثقتكم بانفسكم. اول حاجه حبيباتي هي نقللوا الاختلاط معاهم، نتفاداوهم في المناسبات ولا في اي بلاصه، نحاولوا كيفاه نتفاداوهم نقللوا. واش راكي لاباس وخلاص ونفوت، ما نكثرش الهضره معاها، على خاطرش على قد ما تكثري الهضره معاها تتمادى هي، كما نقولوا تدخص. هذه هي حبيبتي الدخاسه. واذا كانت حتمت يعني واختلطنا بهم خاصه في الجمايع هكا في المناسبات وكل شيء، يعني تحتم عليك تقعدي في المجموعه اللي راهي فيها هذه المراه اللي دائما تتنمر عليك وتحاول تنقص من قيمتك وتمعني عليك. المهم كي تعود هي لتما، حاولي كيفاه باي طريقه انك تتجاهلي الموضوع تاعها تمام، دير بروحك ما شفتيهاش ما سمعتيهاش. المهم حاولي كيف تهضري مع وحده خلاف وهي
خليها هكاك. ونزيد نقول لكم حاجه، هذا النوع من الناس راهو ما يترباش، يعني ما تقوليش بلا كاين بتنحي من طبيعتها، أي غير المره هذه الاغلبيه تاع الناس هادو راهي هذه هي طبيعتهم، يعني ما رايحينش ينحيوها. اما لا، من المره الاولى شفتها، المره الاولى الثانيه اخلاص احكمي عليها بلي باهي هذيك هي عقليتها وهذيك طبيعتها، وراهو هذا طبع فيها ما تقدرش تنحيه. المهم نحاولوا كما قلت لكم ايفيتيوهم، سواء يجيو عندنا ولا نروحوا عندهم، نقصوا الزيارات. لازم شوفي البلاصه اللي تروحي في ليها لازم تكوني بقيمتك، البلاصه اللي ما نلقاش فيها قيمتي نحبسها تماما، نحيها خلاص من الحساب. واللي كانت تحتمت نروح ليها هكا زياره خفيفه، السلام عليكم ونجي خارجه، هذا ما كان. المهم حبيباتي، لهنا راكم تشوفوا الشوا راهو بجد، وكانت الاجواء كما قلت لكم رائعه. تريسيتي راهو ما كانش، شعلت الشموع هادو، وهذه الشموع تاني زادت في الجمال تاع كما على بالكم الشمع وهادو كامل يردونا واحد الحنين هكا الى الماضي. واسمحوا لي حبيباتي لان الموضوع هذا اللي جيت به شويه هكا ماشي من يعني الفيديوهات تاعي مليحه غير الطاقه الايجابيه. وشي حبيباتي لازم دائما نولهكم لواحد الحوايج كيما هادو الناس اللي يتنمروا، لازم نحطوا لهم حدود، ما نخليهمش يتماداو يعني ويستغلوا الطيبه تاعنا، ودائما يتنمروا علينا ويحاولوا ينقصوا لنا من قيمتنا، ولا يحاولوا يشككونا في ثقه في انفسنا. يعني قادرين ياثروا عليك، كاين اللي ياثروا عليهم ويشككوهم في رواحهم، يعني الثقه بنفسك تولي ما كانش. على هذه حبيباتي تاكدوا باللي باه اللي يتنمر عليكم ولا يحاول ينقص من قيمتكم راهو غاير منكم، هذه هي. ولا حاب تاني يسيطر عليكم يتحكم، التحكم هذاك تاني ماشي مليح. احنا على بالنا كل انسان راهو حر في حياته، وكل انسان يتحكم في نفسه، وهذا مكان. لهنا حبيباتي درت لكم واحد القهيوه الله تاع ايام زمان. هذه القهوه شريتها حب ورحيتها لهنا في الرحاية هذه تاني تاع الزمن الجميل. شوفوا كيفاه، وكما شفتوا حبيباتي حمصت القهوه هذيك على التمر، والريحه تشميها مع الباش من تبلي تشمي ريحه القهوه. المهم واحد الريحه فيها يا تهبل. شوفوا حبيباتي استمتعوا معايا بهذه الاجواء الرائعه والجميله، وما تحطوش في بالكم الناس كما قلت لكم نحيوهم من رواسيكم. الناس كامل خليوا رواسيكم فارغين، خليوهم غير للاشياء الايجابيه والجميله. وخاصه كي تجيو ترقدوا في الليل، كي نجي نرقد في الليل نحي من راسي الناس كامل، واش هضروا لي واش هضرت لهم، ما نبقاش نجلد في روحي، انا درت هكا وبالك درت هكا وبالك الاخر غاضوا الحال، ولا اللي يغيضوا الحال ولا يقعد. المهم انا نيتي صافيه، نحاول باي طريقه ما نجرح حتى واحد، وتاني ما نخليش الناس يقيسوني هكا. هذا هو القانون اللي نمشيو عليه، ما نخليهمش يقيسوني، وتاني انا ما نقيسش الناس. وتاكدوا حبيباتي باللي باه اللي يتنمر على كانش حاجه يطول الزمان وتولي عليه هذيك الحاجه ويذوق من نفس الكاس. المهم راك الدنيا تتبدل والدنيا راهي دواره. المهم اللي كان يتنمر عليك رايحين يوليو يتنمروا عليه وانتي تفرجي. المهم حبيباتي، هذيك القهوه طابت وصبيناها، وكانت الذوق كما قلت لكم ذوق القهوه الحقيقي الاصلي. المهم انا كاين اللي زدت لها فلفل الكحل، انا ما زدت لهاش، شربتها هكا، حطيت لها برك شويه سكر، هذا ما كان. وش راح نقول لكم حبيباتي، لهنا راني نكون خلصت الفيديو تاعي، ما بقى لي غير نقول لكم الى اللقاء حبيباتي. وما تنسوش تدعموا القناه بالاشتراك وتفعيل زر الجرس هكا با يوصلكم كل جديد. وشاركوا حبيباتي الفيديو مع احبائكم واصدقائكم هكا باه يوصل اكبر عدد من المشاهدين. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.